وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. لما بنسمع اسم طلعت مصطفى أول حاجة بتيجي في بالنا هي العقارات والمدن الجديدة، لكن النهاردة الكلام عن سيدة من قلب الإمبراطورية دي قدرت إن هي تجمع بين سطوة البيزنس وكمان هبة السياسة. النائبة سحر طلعت مصطفى هي مش بس شقيقة هشام طلعت مصطفى، دي سيدة أعمال بتدير لوحدها ملفات تشيب. تخيل إن ورقة تعريفية رسمية كشفت إنها بتشغل منصب عضو مجلس إدارة في 14 شركة من أضخم شركات المجموعة، من أول القابضة والإسكندرية للإنشاءات والشركة العربية للمشروعات لحد شركات متخصصة في الطرق والزراعة وكمان الكهرباء وحتى الصناعات الزجاجية. سحر اللي اتخرجت من آداب إنجليزي سنة 89 ما بعدتش عن جذورها في الإسكندرية، وبقت هي العقل المالي لمؤسسة طلعت مصطفى الخيرية كأمين صندوق، ده غير طبعا دورها في الهلال الأحمر وكمان المجلس القومي للمرأة. والنهارده هي بترأس واحدة من أهم لجان البرلمان المصري، لجنة السياحة والطيران المدني، يعني هي اللي في وش المدفع قدام أهم ملف في جلب العملة الصعبة في مصر. بين إدارة 14 شركة والعمل الخيري وكمان كراسي البرلمان، سحر طلعت مصطفى بتقدم نموذج للسيدة اللي قدرت إن هي تسيطر على لغة الأرقام والسياسة في وقت واحد.